يا مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده بقى يا بنات. انا كنت عايزه اعمله من زمان، بقالي فتره يعني كبيره كنت عايزه انزله، عشان فعلا انا شايفه ان في امهات كتير قوي بتعاني من الموضوع ده، وانا كمان كنت بعاني من الموضوع ده لحد ما لقيت الحل، واللي هي الالتهابات بتاعه الحفاضه. فعلا فعلا انا كنت مش عارفه اعمل ايه ومش لاقيه حل. التهابات جامده، مفيش حاجه بت مفيش والله. يعني جربت كريمات كتير، مفيش فايده، ما بتجيبش نتيجه خالص لحد ما وصلت الحل. والله العظيم والله العظيم هتدعولي عليه. فعلا حل لكل الالتهابات بتاعه البامبرز اللي بتعملها للبيبي. بصوا هتغنيكوا عن اي حاجه، ورخيصه جدا، مش غاليه ومش مكلفة. ده احلى حاجة في الموضوع. انا صرفت كتير جدا على الموضوع ده، واجيب كريمات غالية برضه ما تنفعش، مفيش اي فايدة، والالتهابات تفضل زي ما هي وما بتخفش. بس اخيرا وصلت للحل، تعالوا بقى اقول لكم عليه. بصوا، الفيديو كله حرفيا بيتلخص في الثلاث حاجات دول احسن حاجة انا وصلت لها في السعر وفي النتيجة. والله ما شاء الله ما شاء الله، بتجيب نتيجة على طول. احسن من اي كريم غالي. بصوا انتوا هتستخدموا اول حاجة هقول لكم دلوقتي، خلي دول كده على جنب. اوليفيا زين كده تحفة. ده اهو، لو مش غالي على فكرة، هو 39 تقريبا، يعني ب40 جنيه، وبيقعد معاكم كتير قوي، لا غنى عنه، بجد لا غنى عنه، حلو جدا. ده هتستخدموه ازاي؟ عشان ما نوصلش للالتهابات دي. بعد ما بتغيروا البامبرز بتدهنوا دهنة منه للبيبي. هيرطب الجلد ومش هيخليه يوصل للالتهابات. طبيعي اي بيبي بيوصل للالتهابات، مفيش اي مشكلة، بس احنا بنتكلم في كل تغيير حفاضة. بصوا هنحط حاجة بسيطة كده منه وندهن على الجلد، هيتشربوا، هيخلي الجلد طري، مش هيوصل للالتهابات. ده بس اهو، ادي كده ده 40 جنيه اهو، اوليفيا زيت. ده كده للترطيب. نيجي بقى لو حصل التهابات، وطبيعي يعني ما تفتكروش ان اي بيبي ما بيبقاش عنده التهابات. بصوا الاتنين دول الميكس ده خطير، يغني عن اي كريم غالي دفعت ثمنه. انا والله حرفيا جبت كريمات يعني كتير جدا كتير جدا وما جابتش معايا اي نتيجه. انا بنتي كانت متبهدله والله خالص. فعلا احسن حاجه وصلت لها دول اهو. بصوا بنسينول كريم ده اهو، ده ب30 جنيه حتى. وده كيناكوم، بس احنا عايزين كيناكوم بكريم، يعني اتأكدوا، لان في كيناكوم بمرهم وفي كيناكوم بكريم، فاحنا عايزين كيناكوم بكريم. ده الاحسن، لان انا جربت المرهم امتصاصه مش سريع ومش بيدي نفس النتيجة اللي بيعملها الكريم، فالكريم احسن بكتير. بصوا هو حتى كام، مش عارفه، تقريبا 38 جنيه، يعني 38 30 39 اهو. فاسعارهم رمزيه جدا، بس بيعملوا نتيجه لا فظيعه. بصوا بقى دلوقتي اما يجي بقى يحصل التهابات هنعمل ايه؟ اول حاجه هنجيب البنسينول ده، البنسينول الكريم اهو. بصوا بقى، عشان اهم حاجه الطريقه اهو. بص هناخد منه اول حاجه اللي هنحطه على الجلد اهو كده اهو، كريم اهو. بصوا اهو، بصوا انا هشرح لكم على ايدي. اول حاجه اهو عندنا اهي هنحط كده الكريم بالمنظر ده كده، ونفضل بحركه دائريه على الالتهاب اهو. اول حاجه ليه بحط البنسينول؟ البنسينول مرطب حلو جدا جدا، فالكيناكومب ما يبقاش قاسي على بشره البيبي اهو كده. بصوا اهو، بعد ما مشينا بقى دواير كده دائريه كده، هنقوم جايبين الكريم الكيناكومب اهو. بصوا يا بنات، انا ما بستغناش عنهم لبنتي.
فعلا فرق معايا جدا، فرق معايا في سعر وفي نتيجة وفي كل حاجة. هنيجي بقى، احنا خدنا حتة كبيرة من الكريم البنسينول، هنيجي من ده بقى هناخد منه كده، دي حاجة بسيطة خالص، مش هناخد منه كتير. يبقى احنا بناخد حاجة اكبر من البنسينول، هناخد منه يعني لحظة اكتر منه. اما الكيناكومب بناخد منه حاجة هي بسيطة، وبعد ما فردناه بنفرد على الطبقة اللي فردناها اللي هي كريم البنسينول، بنفرد عليه طبقة كريم كيناكومب اهو. امن جدا، ما تخافوش منه، نتيجته سريعة قوي ما شاء الله. من مرة مرتين هتلاقي الالتهابات اختفت، حتى لو الالتهابات دي قوية وكتيرة جدا هتمشي بده. خيال خيال يا بنات، استخدموها مثلا ممكن مرة مرتين 3 في اليوم. كل ما تغيري الحفاضة هتستخدمي بالوضع ده كده لحد ما الالتهابات تختفي تماما، وانتي هتشوفي النتيجة والله العظيم هتدعولي. يبقى انت شفتوا انا بستخدمه ازاي، هي دي الطريقة بتاعته. الالتهابات بتختفي، بنبتدي نستخدم الاوليفيا زيت، بنستخدمه بعد ما الالتهابات، لان ده ما بيمشيش الالتهابات خالص. يعني انا هو المفروض الالتهابات الحفاضه هو مكتوب عليه كده، بس ما بيمشيهاش. انا جربته كتير ما بيمشيش الالتهابات خالص، ضعيف يعني، لان هو ترطيبه ضعيف. هو بيرطب بس الجلد، فنقدر نستخدمه عشان نحمي جلد البيبي من ان هو يتعرض للالتهابات دي، وبس كده. موضوع سهل وبسيط، وفعلا انا حبيت اقول لكم على التجربه دي، لان فعلا انا عايزه اوصلها لكل الامهات. كلكم اعملوا شير كتير للفيديو ده، عشان فعلا امهات كتير بتتعذب من مناظر البيبي وهو عنده التهابات كتير. فعلا بيصعبوا عليا، حرام، بيبقوا بجد التهابات صعبه جدا وبيتعذبوا ويقعدوا يعيطوا. فبجد والله الميكس ده عن تجربه عن بنتي، بعد ما جربت كريمات كتير واسعارهم هما التلاتة اسعار رمزية طبعا بالنسبة للكريمات الغالية. فاعملوا شير كتير لكل الامهات عشان زي ما انتوا استفدتوا هما يستفيدوا هما كمان. وبس كده، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. واي حاجة بتعلمها واي معلومة بحب اوصلها لكم عشان كلنا نستفيد، ويا رب دايما نكون سبب في خير لبعض. باي.